لو كنت فاكر الاستثمار الفندقي رفاهية فانت لازم تسمع الكلام ده للآخر. كلنا تابعنا الفترة اللي فاتت افتتاح المتحف الكبير، وقدرت مصر توصل للعالم كله ان احنا واحدة من اهم الواجهات السياحية اللي موجودة. الطلب في ازدياد والسياحة راجعة بقوة، والدولة نفسها بتطلب مننا ان احنا نزود الغرف الفندقية اللي موجودة. السنة اللي فاتت بس مصر استقبلت اكتر من 15 مليون سايح، ونسبة الإشغال في الفنادق زادت أكتر من 20%. يعني الطلب على الوحدات الفندقية بيزيد يوم عن يوم. طيب الاستثمار في الغرف الفندقية بيحقق لك إيه؟ أول حاجة بيحقق عائد ثابت بالدولار بيوصل لحد 15%. تاني حاجة بتريحك من صداع المستأجرين ومن الصيانة ودوشتها. يعني فلوسك بتشتغل وانت قاعد مرتاح. وده طبعا لأن في إدارة فندقية محترفة بتشغل لك وحدتك. خليني أوضحها لك. عندك دلوقتي مثلا ابلكيشن زي اير بي ام بي او بوكينج، تقدر تبص عليهم الايجارات وصلت لكام في منطقه زي مدينه نصر، التجمع، المعادي، الساحل الشمالي وغيرهم مناطق كتير. الايجار فيهم بقى بالدولار، وده بيوريك حجم المطلوب بالشقق الفندقيه كبير وان المعروض مش مكفي. طب ايه هو اشكال الاستثمار الفندقي اللي موجوده عندنا في مصر؟ احنا عندنا نوعين. النوع الاولاني هو الهوتل ابارتمنتس او الوحدات الفندقيه، ودي بتكون تحت اداره فندقيه من الفنادق المعروفه. النوع الثاني وهي الوحدات اللي ذات الطابع الفندقي، ودي بيسموها سيرفيس ابارتمنت. دي بتبقى تحت اداره شركه هوسبيتاليتي وبتديك نفس خدمات الاوتيل، ودي اللي موجود كتير منها في مصر. السوق بيتغير بسرعه، والمستثمرين الاذكياء اتحركوا من بدري. الاستثمار الفندقي مش فكره، ده واقع وبيكسب. احنا في موزايك جمعنا لك افضل فرص الاستثمار الفندقي اللي موجوده. السؤال بقى هنا، هتبدأ ولا لسه هتستنى؟ لو محتاج أي تفاصيل أكتر عن الاستثمار الفندقي تقدر تتواصل معانا.